الحب ممكن يخليك تتجنن، تسكر، تخون، ولو خنت هتيجي في أقرب مليك. والحرية مش شرط تبقى من الجنة أو في البحر، ممكن تبقى من جهنم وتجيب وراها كل الخراب. والعشري أول ما الفرصة تسمح له يكون واحد صحيح مستقل بذاته مش هيفكر مرتين وهيبتدي يقارن نفسه بكل اللي حواليه. ولو الكل اتغير ما تستناش غير إن الأبيض يبهت وبعدها يسود. فيلم ابراهيم الابيض هو حاله كامله لازم تعيش جواها. هو فيلم بيحكي تسلسل مشاعر شبه منطقي، مش مجرد فيلم بطل وبلطجي، وده اللي بيفرق الفيلم ده عن فيلم زي عبده موته وغيره. برغم حبي للفيلم لكني كنت بشوف حاجات كتير قوي مش منطقيه وما فيهاش بناء، وغير كده مش متجاوب عليها كمان، زي مين عشري وايه اسباب قوه علاقته بابراهيم، وليه هما الاتنين مالهمش اصحاب غير بعض، وكمان مين نرجس، باسم سمره دوره ايه، وهل فعلا عشري كان صاحب صاحبه والدنيا سقته ولا هو خاين من البدايه. وكل الاسئله دي لقيت اجابتها لما قريت السيناريو كامل بدون حذف. فخلينا نتكلم عن الفيلم والسيناريو سوا، وده علشان نعرف الحدوته الكامله. بيبدأ الفيلم بخناقة وست كبيرة بتضرب عيل صغير، وده عشان ضرب ابنها اللي من ذوي الاحتياجات، وأم العيل اللي بيتضرب فقدت السيطرة على نفسها وضربت الست دي بالقلم. لو جيت تبص هنا فمحرك الأحداث الرئيسي كان الخوف، خوف كل أم على ابنها. وبعد مرحلة الخوف والتهور تبتدي سلسلة من الانتقامات. اولهم كان زوج عايز ينتقم لمراته واهانتها وضرب ابنه، فالانتقام بيوصله انه ينهي حياه ابو الطفل اللي بنعرف بعدين ان هو ابراهيم، وبعدها بيشغل ابراهيم عنده كنوع من انواع ارضاء الضمير وعشان ما يعملوش شوشره، لكن محدش بينسى ابوه يعني. فبعد فتره بينتقم ابراهيم لوالده وبيصفي الراجل اللي خلص عليه، ومن هنا بتظهر شخصيه عشري صاحب صاحبه. في الوقت اللي كان ابراهيم بيحاول يهرب فيه كان المفروض ان مهدي بدور بيحاول يمسكه، وده لان بدوره اللي بيقوم بدوره باسم سمره صبي من صبيان المعلم اللي اتكل. اما عشري فكان شغال في ورشه بدور، فاول ما لقى ابراهيم هيتمسك راح هابد الكبوت على ايد بدور، وده لان عشري وابراهيم كانوا اصحابه بيلعبوا سوا في الحاره. وللاسف ساعتها عشري هو اللي اتمسك وبعدها اتسلم للاحداث، وهو في الاصلاحيه بيتم الاعتداء عليه من زمايله، ايوه بالمعنى الحرفي اللي انت فهمته. ومش بس كده، لا، بعدها بيلبسوه فستان وبيسيبوه مرمي في الحمام. فانت دلوقتي فهمت مين عشري وجاي منين. نرجس دي بدور يبقى جوز امها، وهي كانت هربانه من البيت وراحت مع ابراهيم عشان كان بيلعب عليها، وده عشان يجيب مهدي بدور لحد عنده وينتقم منه لان هو اللي ضرب ابوه في الاساس. المهم بعد خروج عشري بيقرب هو وابراهيم من بعض جدا، وبيبقى كتفهم في كتف بعض في اي حاجه، وابراهيم بيفضل شايل له الجميل ده، فبيبقى زي حمايه ليه على طول الخط. ومن هنا هتلاحظ حاجه، وهي ان الراوي في الفيلم ده هو عشري، وده لانه شايف ابراهيم بطل. المهم بتجيب الايام وتودي لحد ما يضطر ابراهيم ان هو يعمل درويله مع صبي من صبيان كبير المنطقه، وبيسد قدام منطقه بحالها، فبيلفت نظر الكبير وبيأهله ويشغله معاه. وهنا بيحصل تقديمه ولا اعظم لشخصيه المعلم. ابراهيم في طريقه وهو مروح بيقابل الحب اللي كان، وبيرجع يدور بينهم كلام، وكانه من هنا بيحرجم على بدايه نهايته من كل اتجاه. المهم بعدها بيحكي العشر انها حريه، وخلي بالك من التفصيله دي عشان هنحتاجها قدام. وفي نفس المشهد هتلاقي ان هو بيظهر زاويه جديده من شخصيه عشري، وهو انه دايما رافع الحبايتين ومغيبب، وخصوصا لو في شغل، وده ان دل فبيدل ان قلبه مش فيه، فبياخد مغيبات عشان ما يفكرش مرتين. المهم عشري وابراهيم بيروحوا سوا اول يوم شغل مع المعلم، بس عيال المعلم ما بيبقوش راضيين عن الموضوع وبيحس ان هم تافهوا في عبهم، فبيعوزوا يقلشوهم بدري بدري وبيغدروا بيهم. ومن اثار البرشام والهلوسه عشري كان هيورطهم هما الاتنين في رقبتهم، بس بتخلص على خير، والمعلم بيعرف باللي حصل وبيعرف ان عيل من عياله هو اللي غدر بيه، فبيعبيها له. هو في السكريبت المفروض ان هو ما يموتش لانه ضربه تحت الحزام، بس هما في الفيلم عملوه ان هو اتكل. الماضي ما بيموتش وما بيتنسيش، وقادر انه يسود القلب ويقطع اي وصال، وده حصل لما حوريه عرفت ان هو اللي خلص على ابوها، وابراهيم كان عايز يقابلها عشان يفهمها ويلين قلبها، وهي فعلا بتروح وبيكون عندها استعداد لده، بس ابراهيم بيتعكش وبيحاول يهرب عشان يقابلها، بس للاسف ما بيعرفش، وفي النهايه بتحجز وبيفضل برضه الماضي بيطارده. وبعد ما بيحصل سوء تفاهم بين حوريه وابراهيم بتقرر ان هي تقف ضده مع عبد الملك زرزور، وعبد الملك زرزور بيصدر عشري عشان يصفي الواد اللي فتن على ابراهيم، وده عشان ابراهيم ما يتحبسش، بس الغرض كان ان عشان عشري يخلص على الواد، عشان لو عرف يعملها يبقى له واحده عند ابراهيم، ولو ما عرفش واتمسك يبقى خلص من الاتنين دفعه واحده. وبرغم من ان الحاجه الوحيده اللي ما عملهاش عشري في حياته ان هو يخلص، بس عمل كده عشان عشري صاحب صاحبه. بس هو عشري كده فعلا ولا عمل كده عشان لو ما عملش الكبير كان هيخلص عليه؟ هنعرف في الاخر. بيخرج ابراهيم وبيتفاجئ من خيانه حوريه ليه، وده عن طريق جوازها من المعلم، وبعدها بيجي مشهد بيظهر فيه المعلم مذلول عشان مش عارف يطول حاجه من حوريه، وده رغم كونها مراته. تفضل مشاهد الذل والحسره بتتناوب على ابراهيم في نفس الوقت على التوازي. بعد ما بتفوق من الزعل ومن الاكتئاب بتبتدي بقى مرحله الخربانه خربانه، فكل الشخصيات بتبتدي تتصرف من غير تفكير في العواقب،
فبتلاقي ان هيما ابتدى يشرب ويبلبع ويغيب، ودي اول مره يعمل كده، وبيخرج من طاقه كبير ويروح يشتغل مع المعلم فارس، مع انه كان دايما بيحذر عشري منه، فبيتقبض عليه ويتسجن سنتين. وبعدها حوريه بتسيب البيت وبتروح تبات في اوضه ابراهيم، رغم انها عارفه ان لو المعلم عرف هيخلص عليها. ولسبب ما بنلاقي عشري صاحبه بيبص على حوريه بنظره شهوه، بس بيتملك اعصابه وربنا بيهديه وبينزل يقعد في الخماره. والمفروض انه في السيناريو هيحط على المعلم صاحب الخماره عشان بيقوله على الحساب. ودي انا شايف ان هي بتوضح حاجه، وهي ان عشري بيحاول ان هو يعمل اي حاجه تخليه يشوف نفسه ذو قيمه اكبر، مش مجرد تابع وبيتميل. واللي بياكد على ده انه بعدها بيطلع الاوضه تاني وبيلاقي حوريه زي ما هي وبتهجم عليها فعلا. وما تقوليش ان ده بسبب ان هو شارب، لان من الاول والفيلم بيقولك ان عشري برشامجي وبيتعاطى، فدماغه مش خفيفه لدرجه ان هو ما بيبقاش مدرك هو بيعمل ايه. ولان كمان وهو بيتهجم عليها كان بيقول لها اشمعنى انا، ما المعلم ده وهيما ده جت عليا وتعملي لي فيها الطهره. فده السبب اللي خلاني افسر الموضوع بالشكل ده، انه بس عايز يثبت لنفسه انه مش مجرد تابع. بس في حاجه في المشهد ده انا ما بفهمهاش بصراحه، وهي ان حوريه عرفت منين ان الفلوس وذهب ام ابراهيم في المكان ده، مع ان ابراهيم ما قالهاش وعشري ما لفظش بالكلام، فهي عرفت منين المكان. وفيلم زي ده كان لازم الفينال يبقى ملحمي، والتأهيل للفينال ده ما يقلش ملحمية عنه. فهتلاقي كل الأطراف بتتزنق في خانة اليك. ابتدت بهيما لما خرج من السجن، وعشري قال إن حورية سرقت التحويشة وعقد أمه، فاضطر إن هو يلجأ للقوة وينط على بيت المعلم وياخد عقد أمه ويعرفهم اللي حصل ويبعتوا له فلوس. وفي نفس الوقت عشري بيبقى في نفس خانة اليك، لأنه بيبقى مضطر إن هو يروح مع إبراهيم ويعادي المعلم، لأنه لو كان رفض هيما كان هيعرف إن في حوار وإنه خانه. فهو بالنسبة له من النقطة دي وهو ميت، يا اما هيبقى مع المعلم واجلا او عاجلا هيصفيه، يا اما هيبقى مع هيما ولما يعرف يا اما هيصفيه يا اما هيكرف له ويبقى منه للمعلم وبرضه هيصفيه. وحوريه حالها ما كانش احسن منهم بكتير، لانها برضه كانت عارفه ان المعلم مش هيعديها غير لو ابراهيم اتسلم له عشان يرد اعتباره. فهي اختارت ان هي تتفق مع عشري على اللي هيحصل، لان زي ما المعلم كان مفهمها انه هيأدبه بس مش اكتر. وفي النقطه دي يتزنق عشري اكتر واكتر، يا اما يكون صاحب عمره يا اما هو اللي هيروح. حاول يريح نفسه من الموقف ده والجدال ده وينهي قصته بنفسه، بس القدر منعه، ويفضل الكلام يدور في دماغه وهو مش عارف يقرر. فيعترف لابراهيم، بس ابراهيم كان مغيبب وكان بيحسبه بيهزر. ما هي حاجه ما تتصدقش ان عشري عشره العمر يخون. فقرر ان خلاص هو عمل اللي عليه. بس هنا ابتدى ابراهيم يحس ان في حاجه غلط، وبالذات لما عشري قال له تعالى ننزل على القهوه. ففي الاول رفض، بعدين خد وقت كده وابتدى يجمع الكلام، فما اداش لنفسه فرصه انه يخون صاحبه عشان دماغه ما تسوحوش. خدوا ونزلوا على القهوه. من اول ما طلبوا الشاي والتوتر بان على عشري وهو فهم. وهتلاحظ ده جدا في نبره صوته لما قال له هنشرب الشاي يا عشري. والموضوع اتاكد بالنسبه له لما لقى حركه غريبه في الحاره وقال له الجمله الشهيره الخالده وهي بعتني بكام يا صاحبي. هنا ابراهيم عرف ان هو كده ميت. بس قبل موته مات كذا مره، مات من خيانه صاحبه، وبعدها موته قدامه، وفي النهايه موت حبيبته بين ايديه، وكأن كان روحه فيها. اول ما راحت راح معاها. كان معروف عن ابراهيم ان قلبه ميت، بس الواضح ان هو كان عايش مع ليلي بس وبس كده. اما هل عشري خاين ولا الدنيا اضطرته لكده؟ فانا شايف بصراحه ان عشري شخص طبيعي جدا، شخص يهمه نفسه في المقام الاول، فلما يتحط في خانه اليك هو او صاحبه طبيعي ان هو يختار نفسه. وبرضه ما تنساش ان هو كان عنده مشكله ان هو طول عمره عايش في ظل ابراهيم، فده خلاه جبان واعتمادي وكمان ما عندوش ثقه في نفسه. ولان ابراهيم كان هو مصدر الامان الوحيد ليه، ففكره التهديد بان ابراهيم هيبعد عنه وانه مش هيقدر يحمي نفسه كانت بالنسبه له كده موته. وبس كده. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الحلقه وفي عشري في الكومنتات. سلام. بعتني بكام يا صاحبي؟